كان يا مكان كان في ميكانيكي اسمه عبقرينو الزمان، كان عايش في مدينة كلها أشجار وورود سياحية علاجية بيجي لها الملوك من حوالين العالم يتعالجوا فيها، والحياة كانت حلوة جدا لحد ما المدينة اتملت بالمصانع والمدينة اتلوثت بالكامل. مصانع أسمنت وطوب وحديد وكوك. عبقرينو تعب وكل اللي كان عايش في العصر ده اتأذى، وبعد كده عبقرينو الصغير كبر وبقى هو اللي بينصح الناس تلوث البيئة من غير ما يفهم ولا يعرف. الحق يا عبقرينو، العربية مكتومة وصاحبها ضعيف وبتسخن وهي ماشية، ولا تشغل بالك خالص، هنعمل سبيسر للحساس ونفضي علبة البيئة واشيلها لك كمان من على الكنترول ولا تشغل بالك. وعبقرينو ياخد الحشو يبيعه ب1000 أو 2 أو 3 ويبقى مبسوط، وكمان العميل مبسوط عشان عربيته سالكة. ايه الشطارة دي يا عبقرينو؟ المشكلة بقى ان الفلوس نستك ان انت بتعيد نفس المشكلة بتاعت زمان وبتساهم في تلوث البيئة، وانت كصاحب عربية لو طوعته هتبقى برضه بتلوث البيئة. ويقول لك دي شروط عشان النظام البيئي، ما علينا من الاضرار اللي هتضر عربيتك. خليني اقول لك على الانبعاثات اللي بتطلع من عربيتك بسبب ان انت لاغي علبة البيئة. اول وتاني اكسيد الكربون، اكسيد النيتروجين، واكسيد الكبريت. ودول بقى يعملوا ايه؟ يجيبوا ربو في الرئه ويجيبوا سرطانات وتلوث في الدم، ربنا يعافينا جميعا. فلما انا الغي وده يلغي وهو يلغي يبقى ده الفساد في الارض بعينه، وان الله لا يحب المفسدين. انا عارف ان علبه البيئه سعرها عالي، وعشان تحافظ عليها وما تتعرضش ان انت تغيرها، اول حاجه تحافظ على الصيانه الدوريه بتاعتها اللي هي التنظيف. تاني حاجه لما يحصل فيها مشكله تروح للمتخصص بتاع علب البيئه او بتاع الشكمان زي ما احنا ما بنقول، لان عنده خبره اكتر، وهتلاقي عنده علب البيئه بسعر مناسب جدا اكتر من بره، او هاتها من بره. المهم تتاكد ان علبه البيئه سليمه عشان تحافظ على صحتك وصحه غيرك، عشان ده دورنا كلنا. بس كده الحكايه خلصت.